السلام عليكم. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. في برنامج اسمه الصدمة كان بيجي في رمضان. البرنامج ده من البرامج المشهورة جدا والمعروفة، وخصوصا في الكام موسم اللي فاتوا أو في الكام سنة اللي فاتوا، لدرجة إن في ناس بدأت تقلده وتعمل زيه بالظبط. وهو بيعتمد على التجارب الإنسانية والحياتية، حاجات بتتصور في الشوارع في الأماكن العامة لتعامل الناس مع بعضيها عشان يشوفوا إحنا وصلنا لإيه في التعامل الإنساني. هل انت لو في موقف قدام منك هتتصرف ولا مش هتتصرف؟ وبيحس الناس على مواقف إيجابية نعملها في الشوارع، مش كل حاجة أشوفها أقول أنا مالي. ولكن أنا كان ليا بعض التحفظات على البرنامج. كنت بحس إنه لأ، البرنامج أوفر شوية، أكيد في اتفاقات. مش معقول واحد هيعامل والدته أو هيعامل والده، خصوصا الوالد والوالدة، بالتعامل الفظ ده وبالعقوق ده. مفيش حد كده، ما اعتقدش ان واحد ممكن يتعامل مع والده او والدته بالطريقة دي. لحد ما حصل لي موقف من حوالي اسبوعين او 3 اسابيع. كنت في المطار بوصل اخويا وزوجته، وواقفين في الطابور كده، وحد كبير في السن، مش كبير قوي يعني، مثلا زي ابويا كده، يعني شبهنا، شبه ابويا وابوك الكلام ده، لابس جلابية، وراجل واقف مع ابنه ومعاه زوجة ابنه ومعاه زوجته، وواقفين ورايا. الراجل جه في الطابور وقف ورايا، فمتحمس يعني، عنده متحفز كده، فبيقول لي ادخل قدام لو سمحت شويه. فقلت له والله في ست قدامي، ما ينفعش ان انا ادخل، وبعدين حضرتك كده كده ورايا يعني. فالراجل طيب هي الطياره هتطلع امتى؟ طيب، فانا اجاوبه والله الطياره قدامها نص ساعه، قدامها ربع ساعه. طب احنا هندخل كذا، فبيسال كتير. فلاحظت ان ابنه بيكلمه بطريقه وحشه جدا، بيقول له بس اسكت، ما تقعدش كل شويه تسال الناس. فانا بصيت له واستغربت، يعني استغربت، قلت ممكن يكون مش ابنه، ممكن يكون حد تاني او كده. الراجل كل شويه يسال، انا ارد عليه اللي هو العادي. فوجئت مره واحده، خلاص احنا طلعنا قدام، والراجل بياخد العربيه وكده، وخبط فيا من ورا، فعادي، معلش يا ابني، قلت له يا حاج ولا يهمك. وافاجئ ان الابن ده، ودي كانت فعلا اول مره اشوف موقف زي كده، واتاكد ان ممكن يكون في برنامج الصدمه ده حقيقي، وفي بني ادمين لا يرتقوا ان هم يكونوا بني ادمين، ممكن يتعامل مع والده بالشكل ده. لقيته بيزعق له بشكل وحش جدا، وبيقول له انت فضحتني، حرام عليك، بلاش قرف، انت قرفتني، وبيزقه بايده. وانا واقف مذهول انا واخويا، ومش يعني اللي هو انت ما انتش عارف تعمل ايه، خايف انك انت تتخانق في المطار، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي، ويحصل لك مشكله، خايف تنصحه فيقول لك انت مالك. فمن باب اولى ان امه واقفه جنبه ترده، زوجته واقفه جنبه ترده او تقول له ما ينفعش كده او عيب، وده ما حصلش. الراجل صعب عليا جدا جدا، كنت اول مره اتحط في موقف زي ده، واللي هو مش عارف اعمل ايه. الراجل واقف، عارف اللي هو مش عارف يبص فين، ولا عينيه زايغه يا عيني، عمال يبص يمين وشمال، حاسس ان هو اتعرى. ابني بيعاملني بالشكل ده وبالطريقه دي، وقله انت عرتني، انت فضحتني، بيكلمه باسلوب فظ جدا. دخل الراجل ووزن وخلصوا، ورايح الراجل عشان يسلم على ابنه وعلى بنته الصغيرة اللي في ايده. الولد رفض ان هو يسلم عليه، اداله ظهره ورفض ان هو يسلم عليه. تأكدت ان في ناس عندها عقوق، وعندها بلادة مشاعر ولا ترتقي انها تكون بني ادمين، او لا يرتقوا ان هم يكونوا بني ادمين، او او ناس زي حالتنا، ما تربوش تربيتنا، ما عرفوش يعني ايه اب، وما عرفوش يعني ايه انك انت وربنا يهديه، هو مش هيعرف ده غير لما ابوه يروح منه. ما كانش في ايدي اي حاجه ان انا اعملها، غير ان انا الراجل خلاص خلص، وابنه احرجه ومشي خلاص، على الطياره. رحت نادي عليه، السلام عليكم يا عم الحاج، اخبارك ايه؟ قال لي الحمد لله يا ابني، والله كله تمام. قلت له يا حاج انا مش عايزك تزعل، احنا كلنا اولادك. قلت له كلمتين كده، قلت اطيب خاطره يعني، قلت اطيب خاطره. وهنا ليه عتب على الام. مين غيرك هيقدر يرد ابنك؟ كنت مستني انك انت تديله قلمين وتقولي له اصحى فوق، ده انت جزء من ابوك، لو مالكش خير في ابوك مش هيبقى ليك خير في حد. الحد التاني كنت مستني زوجته، لو هو بيعامل ابوه وامه بالشكل ده هيعاملك انت ازاي؟ بعدين
بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بعدين بنتك دي هتعمل فيك أكتر من كده، وهتشوف الكلام ده بعدين. إزاي أنت كنت بتتفاخري ومبسوطة إن هو بيتعامل مع أبوه كده، على الرغم إن اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. أول حد هيحط عليه هو أنت. أنا أبويا مات ممكن وأنا عندي 40 41 42 سنة، والله العظيم عمري ما فردت جسمي قدامه. محبة واحترام وخوف، مشاعر مختلطة كده، هي اللي وصلتنا للمرحلة دي وخلتنا عارفين قيمة ولادنا إيه، وولادنا عارفين قيمتنا إيه. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. اللي هتزرعه هتلاقيه. ولو أبوك موجود حافظ عليه وبوس رجله واسمع صوته وكلمه، علشان صدقني هتندم كتير بعدين. شكرا. السلام عليكم.